السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم الدوناتس باسهل طريقة من غير لخبطة ولا اي حاجة. معايا هنا 4 كوبايات دقيق، ماشي، ومعايا معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعايا معلقة كبيرة سكر، وربع معلقة صغيرة ملح، وكيس فانيليا، ماشي اهو عشان البيضة، وبيكنج باودر. كيس فانيليا، وده بيكنج وكيس باودر. خميرة. خميرة. أنا بتلخبط من بيكنج باودر والخميرة. كل المكونات الجافة مع بعض بأسهل طريقة اهو. هقلب بقى المكونات الجافة دي كده. نقلبها بقى مع بعضيها. متنساش اللايك. شوف عملت خاتم كده لحد ما احس ان هو كله اتقلب مع بعض. هنزل بقى بالبيضة، وبرده ماما هتقلب. ثواني يا روح. بس ادي كده البيضة، وادي وكده معلقة خل. الخل بيدي بقى طراوة وحشاشة كده حلوة. دي معلقة خل. معلقة خل ونبدأ نقلب. وكوباية لبن. في اسهل من كده بقى؟ مفيش اسهل من كده اهي. بس وكوباية لبن. وفي نزل بس القشطة دي عشان بتكون جميلة لما بتحطوها بتكون جميلة. بس. هقلب بقى كل ده كده مع بعضه، ماشي، وهعجنهم بقى كده كويس. هنا بقى بلم العجينة. فانا بقى لو عايزه لبن انا هحط واحده واحده، انا مش هحط لبن كتير او ميه كتير. لو عايزين تحطوا ميه بدل اللبن ماشي، بس لازم الدقيق كله يختفي. وبعد كده هحط ايه واحده واحده اهو. انا هصب هنا عشان اعرف ايه احط اللبن. معلقه معلقه كده. لازم تنعم 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 يعني على الآخر. الرخامه بقى تعرفي تتحكمي فيها اكتر. لحد ما تنعم خالص اهي. شايفين العجينه مش طريه وفي نفس الوقت مش جامده. ليه بقى؟ لان انا لسه هحط معلقتين الزبده دول، فما ينفعش العجينه تبقى طريه. فانا بقى كده ايه هفضل اعجن فيها لحد ما تنعم خالص وهوريها. ورجعت لكم بقى تاني بعد ما نعمت العجينه على الاخر اهي. طبعا وقفت لي دراعي اهي. شايفين بقى بقت ناعمه وجميله ازاي اهي؟ شايفين؟ بص بقى الجمال، بص الحلاوة. بس ما تنسوش اللايك. هعمل ايه بقى؟ هروح حاطه بقى معلقتين الزبده دول، يكون بدرجه حراره المطبخ عشان تبقى سهله لما بتيجي ايه تعملي العجن اهي. ادخلها بس كده جوه. هتدوقوا. طبعا بقى تفضلي تعجني في العجينه حلو جدا. هي في الاول بتقعد تقطع كده عشان طبعا الزبده، وبعد كده هتلاقيها اتلمت لوحديها. بس بجد الرخامه بتفرق كتير جدا في العجن عن الطبق يعني، او البوله اللي انت بتحطي فيها. شايفين بقى هنا يعني بسم الله ما شاء الله بتلم. والعجينه بقى كانت تحفه يعني، طريه وجميله جدا. شايفين بقى بتلم ازاي اهي. الرخامه اهي بتنضف. طبعا الرخامه دي انا منضفاها وغسلاها بخل وغسلاها خليها زي الفل. لما بكون هعجن عليها حاجه زي كده بغسلها كويس جدا كده خلاص. طبعا غير الغسيل اليومي بقى بتاع المواعين يعني. والعجينه ما شاء الله بقت طريه وجميله. هنا بقى كانت نعمت خالص اهي، طريه اللي هي ايه بتلزق بسيط. هو ده القوام المظبوط بتاعها، ان هي بتكون بتلزق بسيط اهي. شايفين ما شاء الله عليها؟ وبقت ناعمه وجميله. شايفين عامله ازاي اهي. فانا بقى هنا هحطها بقى تخمر واسيبها بقى ترتاح كده حوالي ربع ساعه، لان المطبخ طبعا نار، فهي ان شاء الله باذن الله في الربع ساعه هتكون خمرت.
اهي. وهبقى اوريها لكم بقى ايه لما تخمر. اغطيها بكيس نضيف وبفوطه واوريها لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما العجينه ما شاء الله خمرت. شايفين عامله ازاي ما شاء الله. رشيت بقى الرخامه كده حبه دقيق، وهنزل بقى عليها العجينه. هنا بقى كنت بفضيها وعماله اقول لها يا ماما انزلي، مفيش راضيه، يا ماما انزلي، ما رضيتش برضو تنزل الا لما سبت التليفون ورحت منزلاه. كده بقى كنت نزلتها، كانت ما شاء الله. شايفين العجينه عامله ازاي، طريه وجميله جدا. هفردها بقى بحوالي سمك مثلا نص سنتي كده او حاجه، او على حسب بقى ما انتوا عاوزين. هو على فكره كان المفروض يعني تبقى تخينه شويه عشان تبقى اعلى يعني، بس انا عملتها بقى ايه بسمك رقيق، فهي طلع برضو المستوى بتاعها كويس. فانا قلت ايه اعملها بسمك رقيق عشان يعني القطمه، فاهم يعني، تبقى على قد القطمه كده. هنا بقى هفردها كلها، بس انا بقى كنت حابه بصراحه ان هي تطلع تخينه يعني. فالمره الجايه بقى ان شاء الله ابقى اتخن العجينه شويه. هنا بقى طبعا كنت فردتها خالص اهو بقدر الامكان على الرخامه، وهي ما شاء الله يعني الكميه دي المقدار ده عمل كميه حلوه. هنا بقى طبعا انا مش عندي قطعه الدوناتس، فالجيش بيقول لك اتصرف. فجبت عندي المج ده الفتحه بتاعته واسعه شويه، فانت بقى ممكن بقى المج دوت ممكن غطا برطمان اي حاجه بقى عندك. اهم حاجه ان الحاجه يكون الحجم اللي انت ايه مرتاحه له يعني. فانا هنا الحجم ده كان بالنسبه لي كويس جدا، مناسب. هقطع بقى كل العجينه بنفس الحجم بتاع المج ده، كان حجم مناسب وجميل اهو. شايفين بقى كده ما شاء الله. هخلص بقى انا كده ايه الكميه كلها بتاعه العجينه. جيت هنا بقى طبعا كنت جبت صينيه برضو دهنتها دقيق، وجبت القمع ده. كانت برضو الفتحه بتاعته واسعه، قعدت ادور على في حاجه الفتحه بتاعتها ضيقه. مش هينفع يا جماعه، مش هينفع يعني، انا مش عارفه اعمل ايه. فانا هنا بقول لكم ممكن نعمل الحركه دي. الحركه دي برضو كانت حلوه، بس ايه يعني عايزه وقت كده. فانا بقى كنت عايزه اخلص، قلت لا انا هعمل بقى كده وخلاص بالقمع يعني. فطبعا حته العجينه بقى اللي فاضت لميتها وسبتها برضو ايه تخمر شويه عشان تنفع تتبطط وهعملها. لكن لو انت لميتي العجينه اللي هي الفوارق بتاعه التقطيع ده، لو لميتيها وجيتي تبططيها في وقتها مش هتتبطط، بتبقى ماسكه بقى كده وجامده مش هتتبطط. فلازم تسيبيها ترتاح شويه عشان اهي هي دي بقى. شايفين دي بقى انا بلمها كل مره بلمها واسيبها كده ايه ترتاح تنفع بقى تتبطط بنفس الشكل ده. طبعا بقى كده انا كنت بسوي الحروف لان هي كانت مطرح التقطيع عامله كده حز. سويتها كلها عشان تبقى شكلها كله منسق وتبقى جميله. بس بجد العجينه كانت حلوه جدا والله يعني ما شاء الله كانت حلوه. انا بقى سبت دول كده من غير ما افتحهم عشان احشيهم من جوه. هنا بقى طبعا اي صينيه انا بحط عليها بدهنها دقيق. الفواصل بقى ديت رحت واخداها كده مقطعاها شرايح كده، ورحت عاملاها بقى الحركه دي، كان شكلها حلو جدا. حتى قطعتها من جوه بقى كده، فتحتها كده زي السندوتش كده وحشيتها كريمه. كان بجد طعمها حلو، كان شكلها حلو جدا. هتشوفوها، خليكم معايا بقى كده للاخر وهتشوفوها. دي بقى اللي رودي قعدت تقولي اعملي لي واحده صغيره. هنا بقى انا كنت بقلي في صينيه عشان برضو تاخد عدد حلو كده واخلص. شايفين بقى اللي انا كنت عاملاها بصباعي الفتحه بتاعتها صغيره. ده بقى حبه سكر على قرفه، هنعملهم ايه في دول كده ناكلهم واحنا واقفين على ما نخلص ايه بقيه الدوناتس. لو تشموا بقى الريحه. الله على الريحة. الله. شفتوا وحده الدوناتس النونه دي؟ بصوا بصوا شكلها عامل ازاي. تحفه. دي ننفع. خدي يا رودي. شايفين بقى ما شاء الله، شايفين هشه ازاي؟ شايفين بصوا جميله بجد تحفه. طعمها تحفة تحفة. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله الكميه قد ايه، يعني كميه ما شاء الله محترمه يعني. شايفين والدوناتس اهو هشة. دونات اهي. هشة. وادي الخط اللي المفروض يظهر اللي هو ده ما شاء الله، يعني الكميه دي كلها. هخلص بقى كده طبعا، هسيبها بس تهدى شويه على ما اعمل الصوص الشوكولاته والصوصات اللي انا هحشي بيها واوريكم.
هنا بقى كنت جبت صوص الشوكولاته، بمسك بقى كل واحده كده بغطسها كده، بس حاجه بسيطه يعني على الهوا كده وانتي ماسكاها، ما تسيبهاش تغطس لحد تحت. عملت بقى هنا يعني كميه حلوه كده بالشوكولاته، لان طبعا انتوا عارفين الكل بيحب الشوكولاته اكتر حاجه. وجبت شوكولاته بيضه برضو عملتها، وللاسف باظت فما رضيتش اعمل بيها بقى بصراحه. اول ما حطيت عليها حبه زيت فصلت، فروحت عامله بقى كريم شانتيه. قلت برضو نفس اللون الابيض يعني وهيقضي الغرض وخلاص. وكده كده مش هنبيعه يعني يا جماعه، احنا اللي هناكله. لكن الشوكولاته بجد طلعت مش حلوه، فخلي بالكم عشان في انواع شوكولاته بيضه اول ما بيتحط عليها زيت بتفصل، فخدوا بالكم بقى من المعلومه دي. فلازم تجيبوا شوكولاته كويسه يعني نوعها كويس. هنا بقى دوت عملته كده زي الساندوتش، وفي اللي حشيته من جوه وزوقته برضو وحطيت عليه صوص كراميل، وكانت سايحه بقى كده ونايحه كده بقى، وايه ما اقولكوش. شايفين بقى الشكل ما شاء الله، الشكل تحفه، والطعم كمان والله يا جماعه كان جميل جدا، والكميه كمان جميله يعني ما شاء الله. الكميه حلوه جدا، من 4 كوبايات دي عملت كل الكميه دي، غير طبعا الطبق اللي احنا كلناه بالسكر والقرفه. يعني ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم الكميه دي ما باتتش اساسا يعني، بسم الله ما شاء الله. فكانت جميله، وريحته كانت حلوه جدا، وطعمه ده صوص الكراميل اهوت، شايفين بقى عامل ازاي. وده بقى اللي هو الساندوتش اللي انا كنت بقول لكم عليه، فتحته وحشيته من جوه كريمه اهو، وعملته برده صوص الشوكولاته. وطبعا بقى برضو الديكوريشن ده بتاعكم انتوا يعني، كل واحده بقى ايه على حسب ما هي عايزه تعمل يعني الديكور بتاعها عامل ايه، ولا بتحبه بايه. ممكن تحطي عليه سكر بس وقرفه، ممكن سكر بس من غير قرفه، ممكن مربى، اي حاجه بقى اي حاجه يعني، ما توقفيش نفسك على حاجه. وكل الولاد هيفرحوا بيه والله وهيحبوه، وبألف هنا وشفا يا رب. وبأقل الامكانيات فرحتي ولادك وعملتي يعني حاجه تفرحهم، وتسهروا عليها مثلا سهره يوم الخميس دوت. يعني حاجه حلوه، هي مش مكلفه، 4 كوبايات دي مش حاجه يعني. ولو عجبكم بقى الوصفه اضغطوا لايك، ومع الف سلامه.